السلام عليكم أيها الأفاضل، طبتم وطاب سعيكم وبلغتم من الجنة منزلة. انتشر مقطع فيديو يوثق ردة فعل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع اتجاه الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي أدار مباراة المغرب وكرواتيا التي انتهت بخسارة أسود الأطلس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أثناء صعود الجاسم للمنصة لتسليم الميدالية التكريمية رفقة طاقم التحكيم. صافح فوزي لقجع الذي نظر إليه بما يسمى احتقارا وامتعاض. أشار لقجع بيديه بحركة تشير إلى تلقي الجاسم رشوة لهزيمة منتخب المغرب في المباراة. وترجمت حركة شفاه لقجع متحدثا باللغة الفرنسية إلى حكم المباراة قائلا باتاغ، التي تعني ابن حرام. تصرف رئيس الاتحاد المغربي جاء في ظل انتقادات حادة تعرض لها الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم وما يراه المغاربة من ظلم تحكيمي تعرضوا له خلال المباراة، أثارت حالة من الغضب اتجاه لقجع. فقال مبارك الذي يرفق علم الجزائر باسمه حسابه نظرات رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع إلى حكم الساحة القطري عبد الرحمن الجاسم والتلفظ بالكلام تعكس مكانته ومستواه المنحط. وغرد خالد كانت هناك لقطة لرئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع غير محترمة في المنصة مع الحكم القطري المتميز عبد الرحمن الجاسم، والذي أدار مباراة المغرب كرواتيا بكل احترافية واقتدار أيضا من لاعبي منتخب المغرب ومدرب المغرب وليد الركراكي. وكان لاعبو المنتخب المغربي قد دخلوا في مناقشات كلامية مع حاكم مواجهة أسود الأطلس وكرواتيا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2022. عقب صافرة نهاية اللقاء توجه لاعبو منتخب المغرب والمدرب وليد الركراكي إلى حكم اللقاء عبد الرحمن الجاسم لإبداء اعتراضهم على بعض قراراته خلال اللقاء.